السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. إصابة مواطنين اثنين بكورونا اليوم. نجاح حملة التطعيم في إقليم جنوب البحر الأحمر. حفل وداع لمنتخب الدراجات المشارك في بطولة العالم. فرنسا تبدأ خفض قواتها في منطقة الساحل الإفريقي. قمة منظمة شنغهاي تدعو إلى تسوية سريعة للوضع في أفغانستان. وصفقة الغواصات الأسترالية تثير أزمة دبلوماسية بين فرنسا والولايات المتحدة. أهلا بكم. أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل في إقليمي الأوسط والقاشبركة أظهرت إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا، وأظهرت إصابة واحدة في أسمرة وإصابة أخرى في أديبرة بإقليم القاشبركة. وقد توفي مريض كان يتلقى الرعاية الصحية في مستشفى بالإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6669، شفي منهم 6618 وتوفي 41 مريضا، فيما لا يزال 11 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 17 من سبتمبر 2021. حققت بساتين مشروع تسني على القدر الزراعي تطورا ملحوظا في الإنتاج الكمي والنوعي. وأوضح مدير المشروع السيد داوود أبرهة أن المشروع ينشط إلى جانب الزراعة المطرية في التنمية المروية وزراعة الخضروات والفاكهة والعلف الأخضر في مساحة تبلغ 70 هكتارا في كامبو 8 و10 وضواحي تسني. ويجري العمل لتوسيع وتطوير زراعة العلف الزراعي. وقال خبير تنمية البساتين في كامبو 8 سيد مريح صهيه إجراء التجارب الناجحة على جميع أنواع النباتات لوجود مصادر مياه جيدة. من جانبه أوضح المهندس عوض محمد عمر أن المشروع يحقق تطورا مشهودا بتضافر جهود المهنيين الزراعيين. أعلن مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر في التقييم الذي أجراه في 14 من سبتمبر بلوغ التطعيم في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة نسبة 94%. وأوضح مسؤول برنامج التطعيم السيد حمد إدريس إن على مسؤولي الصحة في المديريات أخذ الأدوية في أوانه وتوزيعها على المؤسسات الصحية والقيام بالمتابعة الجادة للأطفال غير المحصنين لتنفيذ فاعل لبرامج التطعيم والخدمات الصحية الأخرى. وقال إن حملة التطعيم الوطنية تحقق النتائج المرجوة بتضافر جهود الكادر الصحي والإدارات والمجتمع. أوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة بالإنابة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد محمد أنوار تقديم الخدمات الصحية الأولية في العيادات، داعيا المهنيين الصحيين على العمل الجاد وتقديم التقارير الوافية عن الأنشطة المنفذة. تلقى 175 شابا من مديريات أصمات وقلب وهبرو وحمل مالو في إقليم عنسبة دورة تدريبية نظرية وتطبيقية من 3 إلى 6 أشهر في الأشغال اليدوية وتربية الدواجن والنحل وصيانة محركات ضخ المياه، نظمها فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة. وأوضح مدراء المديريات في مراسم التخريج أن الهدف تأهيل الشباب مهنيا منادين لتطوير القدرات المكتسبة بالعمل. ونادى سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة سيد هايلة ولد برهان دعا الشباب للاستفادة القصوى من الفرص التعليمية المتاحة. في غضون ذلك قدمت فراخ ل 45 شابا تلقوا التدريب في تربية الدواجن في مديريتي حمل مالو وهبرو، ودعم بالأدوات والمال للمتدربين في المجالات الأخرى لبدء العمل. وقد نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة دورات تدريبية هذا العام لحوالي 369 شابا راع للأسرة.
نظم حفل وداع لمنتخب إريتريا للدراجات الهوائية المشارك في بطولة العالم 2021 التي ستنظم في بلجيكا من 19 وحتى 26 من سبتمبر. ودعا مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخلي في حفل وداع المنتخب الذي يضم 12 متسابقا، دعا المتسابقين ومدربيهم للجهد لتحقيق نتائج تبرز مستوى سباق الدراجات في إريتريا. وذكر المدرب سامسون سلمون والمتسابق متكل إيوب أن الاستعدادات التي قاموا بها ستعمل على عكس المنافسة والكفاءة في السباق عامة وفي سباق ما تحت سن 23 على وجه الخصوص. وأفادت مفوضية الثقافة والرياضة أن منتخب إريتريا للدراجة سيشارك في سباقات ما تحت سن 23 والكبار لفئة الجنسين. ويشارك في سباق الرجال المتسابقين مرهاوي قدوس وناتنائيل برهاني ومتكل إيوب وداويت يماني وبنيام قرماي وناتنائيل تسفازيان وهينوك ملو برهان وبطرس منقس وإفريم قبرهوت. وفي فئة السيدات دسيت كداني وبسرات قبر مسقل وأديام تسفالم. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. بدأت فرنسا خفض عدد قواتها المنتشرة في منطقة الساحل الإفريقي في إطار عملية إعادة تنظيم كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن عنها في يونيو الماضي. وشددت فرنسا على أن هذه العملية لا تعني انسحابها من إفريقيا. وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إن فرنسا لن تغادر مالي بل ستعدل حضورها العسكري فيها وتواصل دعم القوات الموجودة في منطقة الساحل سواء كانت فرنسية أم أوروبية أم محلية. ومن المقرر أن يتم تخفيض عدد القوات الفرنسية المنتشرة بمنطقة الساحل من 5000 عنصر حاليا إلى 2500 أو 3000 فرد بحلول عام 2023 وفق خطط هيئة الأركان العامة الفرنسية. دعت منظمة شنغهاي للتعاون خلال قمة انعقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه إلى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان. وشهد الاجتماع دعوات لمساعدة هذا البلد ومواجهة ما وصفت بالتهديدات الإرهابية والتدخلات الخارجية في المنطقة. فقد أكد البيان الختامي للدور العشرين لقمة منظمة شنغهاي التي استمرت يوما واحدا ضرورة إقامة حكومة شاملة في أفغانستان بمشاركة جميع المجموعات العرقية والدينية والسياسية في المجتمع، كما أكد ضرورة التسوية السريعة للوضع في أفغانستان. وشارك في القمة قادة روسيا والصين وباكستان والهند وإيران ومنغوليا وجمهورية آسيا الوسطى، وتصدرت تطورات الأوضاع في أفغانستان جدول أعمالها. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا في كلمة عبر الفيديو من مقر إقامته في ضواحي موسكو إلى استخدام إمكانيات منظمة شنغهاي لدعم التسوية السياسية في أفغانستان ومواجهة ما وصفها بالتهديدات الإرهابية. دخلت العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة في أزمة مفتوحة بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالدفع النووي، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه طعن في الظهر. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن إطلاق شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة وأستراليا تتضمن تزويد كامبيرا بغواصات أمريكية تعمل بالدفع النووي، ما أخرج عمليا الفرنسيين من اللعبة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن هذا القرار الأحادي والمباغت يشبه كثيرا ما كان يفعله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولم يخفي الوزير الفرنسي غضبه واستياءه إزاء ما حصل. وفي إطار التحالف الجديد مع واشنطن ولندن، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون فسخ أستراليا عقدا ضخما بقيمة 90 مليار دولار أسترالي أبرمته مع فرنسا في عام 2016 لشراء غواصات تقليدية. لكن أبعد من الخلاف الفرنسي الأسترالي حول إلغاء صفقة الغواصات، أدى هذا القرار إلى توتر العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة، في حين كان يعتقد أن بايدن يسعى إلى تعزيز العلاقات بين ضفتي المحيط الأطلسي بعدما سادها الاضطراب طوال 4 سنوات في عهد ترامب.
عاد 3 رواد فضاء صينيين إلى الأرض بعدما أمضوا فترة قياسية استمرت ل3 أشهر في الفضاء، حيث كانوا أول قاطني محطة الفضاء الصينية التي هي في طور البناء، على ما ذكر التلفزيون الصيني العام CCTV. وكان الطاقم غادر الأراضي الصينية في منتصف يونيو. وكانت مهمة شينشو 12 أطول مهمة يجريها الصينيون في الفضاء، وحطت المركبة بواسطة مظلة مخططة بالأحمر والأبيض على الأرض الجمعة في صحراء غوبي في شمال غربي الصين، على ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون العام. ويشكل ذلك محطة جديدة في برنامج الفضاء الصيني الطموح، الذي سبق أن أرسل مهمات غير مأهولة إلى سطح القمر والمريخ، ويدرس إمكان إرسال رحلة مأهولة إلى القمر بحلول العام 2030. وأجرى الرجال ال3 مهمات في الفضاء خارج المحطة وعمليات صيانة، ونصبوا معدات للتقدم في تشغيل المحطة. ختاما سادتي لنشرة أخبار المساء، أعود فأذكر بعناوينها. إصابة مواطنين 2 بكورونا اليوم. نجاح حملة التطعيم في إقليم جنوب البحر الأحمر. حفل وداع لمنتخب الدراجات المشارك في بطولة العالم. فرنسا تبدأ خفض قواتها في منطقة الساحل الإفريقي. قمة منظمة شنغهاي تدعو إلى تسوية سريعة للوضع في أفغانستان. صفقة الغواصات الأسترالية تثير أزمة دبلوماسية بين فرنسا والولايات المتحدة. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.